السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا من المشاريع من مشروع لا تحقرن من المعروف شيء. واحد يخبرني يقول الله سبحانه وتعالى فتح علي إني أشيل العمال، أشيلهم في البلد بالذات، يعني ما هو برا البلد، أشيلهم في البلد. يقول إلى أضحية الجمعة أجد فيها لذة، أجد فيها سرور، أجد فيها أني قدمت وخدمت. الواحد راح يصلي الجمعة يقول أطلع 3 كيلو وحصل لي عامل واقف على خط الشير أشيله. السلام عليكم. السلام. وين راح؟ قال راح الصلاة. يقول عاد أنا أبدأ أعطيه ووجهه، أقول لسانك هذا لا يقف، لا يقف، وأنت راكب معي استغفر، كبر، هلل، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قل لا إله إلا الله. لا يقف أبد. وأنت تعمل في مزرعتك وأنت تقود سيارتك، لا يقف هذا اللسان أبد. وأبغاك أن تنقل الكلام اللي قلت لك لأصحابك. وشيء جميل إذا انتشر هذا الفهم وانتشر هذا الذكر. يقول والله أني آخذهم وإذا وجدت واحد أشيله، أقول وأسأل الله، أقول يا رب ترزقني، يا رب ترزقني. يقول وامشي وحصل لي عامل على الخط، أفرح فرح ما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وأشيل في كل جمعة أشيل لي 5 6. أقول ما شاء الله مكسب. ولا طلعت من صلاة الجمعة أيضا آخذهم معي ونفس الكلام. أقول لا يقف لسانك عن ذكر الله، ولا لأن هذا اللسان ما يتعب، وأجوره عظيمة إذا فعلت التفعيل الصحيح، والسيئات عظيمة إذا لم تفعله كما ينبغي. فيقول هذا شغلي. وإذا اشتد الحر واشتدت القايلة يقول أطلع من بيتي فقط، مالي شغل إلا أمر في الشارع لعلي أحصل عامل تحت الشمس الحارقة وأخذه. وين تبي؟ أبي المكان الفلاني، تفضل، معي من بارد أعطيه من بارد. هذا فتح من الله سبحانه وتعالى. كم من واحد يمر العامل وهو بالشمس الحارقة ما يوقف له. أنا أقول داخل البلد، وتأكد من ثبوتية أوراقه، أوراق السليمة. ما إذا كانت الأوراق سليمة تمام، ما هي بسليمة قل لا، الله لا يهينك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على الخير نحن وإياكم، وشكرا لكم.